زمالك أوسوريو بخطته الهجومية يتخطى فرقه الدفاعي بطارق عاشور ورزالته ولاعيبته الكلحة. ماتش كان صعب بصراحة، ما اكدبش عليكم، وانا كنت متخوف منه لان الزمالك اي فرقة بتلعب قصاد الزمالك بتوصل بسرعة جدا للجول. دي عندنا مشكلة. طريقة لعب أوسوريو مش يعني اللعيبة بدأت الحمد لله تتقنها وتلعب بيها كويس وتقف كويس وتمركزاتها. بس مشكلتنا في التحولات الدفاعية لما نبقى بنهاجم والكرة تقطع منا دفاعيا الوقفة بتاعتنا ما بتبقاش مظبوطة، أي فرقة بتلعب كونتر أتاك علينا بتقدر توصل بسرعة للجول. وفي نفس الوقت التمركزات الدفاعية في لعيبة كتير بتكسل ترجع تقف في مكانها، وده بيبوظ خطة لعب الراجل. وبرضه مش هقدر اقول لعيبه كتير، برضه هلوم المدرب، لان المدرب انت المفروض اي لعيب مش هيلتزم بخطتك تشده في الملعب، تشده تعنفه، تشده بره الملعب خالص. ليك في حريه الاختيار في حاجات كتير. بس الحمد لله على كل شيء، والزمالك قدر يتخطى عقبه فرقه اللي انا شايفها من الهورات المهمه، اللي ان انت بتلاعب فريق ما بيعملش حاجه غير ان هو بيدافع، ما بيعملش حاجه غير ان هو بيلعب لك كونتر اتاك، وعنده لعيبه سريعه، عنده رزق حمود، احمد شريف، عمرو جمال طبعا اكس الاهلي، فلازم بيلعب بغل، شكري نجيب اللي دايما في ماتشات الزمالك بتلاقيه بيتحول تنين مجنح، ما اعرفش ليه. والحكم غريب برضو النهارده، حكم غريب جدا، كور كتير بيحسبها الفرق، وطرد الواد بتاع نص الملعب اسمه جيفرسون انكادا باين، طرد. ما تطرده يا عم، ايه المشكله؟ خد انذار وبعد كده كذا لعبه المفروض هيطرد، ما بتطردوش ليه يا عم؟ تطرده، ايه المشكله بالنسبه لك؟ انا مش فاهمك برضه. تطرد يا عم اللعيب، انت خايف لما بيقولوا ده طرد حسب ضربه جزاء وطرد؟ ما ضربه الجزاء هي ضربه جزاء. وبغض النظر يعني احنا مش محتاجين بس يعني مش محتاجين حاجه غير ان انت تدينا حقنا. يعني انا مش فاهمك برضو، انت ادي كل فريق حق. بصراحه محمود حماده النهارده من اللعيبه اللي كنت بركز معاها جدا في الماتش. كنت المفروض ان هو طبعا الناس يعني ناس مرشحه جدا لنادي الزمالك، وانا من ضمن الناس اللي بقول ان محمود حماده يصلح ان هو يلعب في نادي الزمالك، بس محتاج لعيب اعلى من محمود حماده عشان يبقى يلعب اساسي في نادي الزمالك. الحقيقه لو كنت انا يعني كنت من المسؤولين في نادي الزمالك، كان هيبقى محمود حماده بالنسبه لي اختيار مكان رؤى، او رؤى طبعا كده كده هيمشي باذن الله يعني، هيبقى مكان دونجا. بس دونجا النهارده يعني فاجئني ان مستواه بيتطور وبيطلع. في بعض الكور بيتصرف فيها ما عندوش الاختيار الصح، زي كرة الهدف الثاني بتاع مصطفى شلبي، كان المفروض يلعبها الاول من زيزو. وكذا كوره كده في نص الملعب بميس باص برضو غريب، ما ينفعش يبقى فيه ميس باص منك لعيب انت بتلعب في نادي الزمالك، ويبقى هتلاعب فرق عندها خط نص اتقل من كده بكتير، ولسه في البطوله العربيه، ولسه في رونالدو، ولسه في تاليسكا، وفي لعيبه كتير هتقابلها، طبعا ما ينفعش تغلط الغلطات دي قدامها. فالفكره كانت بالنسبه لي ان محمود حماده ده هيبقى مكان دونجا او رؤى في حاله ان هما اتنين هيمشوا، مع لعيب ستة، لعيب بيلعب 8 كويس جدا. محمود حماده يلعب 6 كويس. انا شايف محمود حماده لعيب كويس، بس مش هيبقى هو الاساسي في نادي الزمالك، ده وجهه نظري، انا مش عارف برضه اتفقوا معايا ولا لا. طيب في بعض النقط برضه هنتكلم عليها، مستوى اللعيبه الاجانب في نادي الزمالك يا جماعه. انا بصراحه لو قلت لي انا كعمرو تقييمي ايه للمحترفين في نادي الزمالك، هقول لك كلهم يمشوا باستثناء المسلوسي. مش عشان المسلوسي اعلى واحد فيهم، بس عشان المسلوسي ارجل واحد فيهم. اللعيب الوحيد في الزمالك اللي بيلعب بروح، بيلعب ما بيستخسرش مجهود وما بيستخسرش نفس في الملعب. لعيب روح، في لعيبه كده انا بحب اللعيبه دي، بحب اللعيبه الفايتر، بحب اللعيبه اللي عندها الروح. سيف الجزيري بصراحه من بعض مواقع انا مش فاهم برضو السيف، برضو دماغه تقريبا فيها حاجه، في حد بيلعب في دماغه، في حد بيتكلم معاه في موضوع الماديات، في حد بيتكلم معاه ان هم يجيبوا مهاجم اجنبي. دي برضو انا مش فاهمها. زيزو الى حد ما بينزل كتير لتحت، معرفش ليه برضو، هل طريقه اللعب متطلبه منه ذلك؟ شيكابالا الحمد لله واقف على رجله، وانا نفسي ابقى شيكابالا ما تكونش دي اخر سنه ليك، وتكمل سنه واثنين وثلاثه، لان انت ايقونه بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجماهير، شخص الناس شايفاه بيتقدر ازاي داخل نادي الزمالك، واللعيبه نفسها تانية ممكن في يوم من الايام تحلم ان هي تبقى زيه. على كل الاحوال في مشكله عندنا بس في محمد صبحي، عنده ثقه زايده جدا. كوره كانت ممكن تخرج الزمالك من الجيم، التعادل، تحط الزمالك تحت ضغط، هتحول الماتش 360 درجه. انا شايف محمد صبحي واخد ثقه زايده في نفسه، خصوصا ان عواد بعد. مش شايف ليه برضه عواد
المفروض يبعد، المفروض عواد يشارك زيه زي محمد صبحي. الاثنين هم عندهم مشاكل في التجديد عشان تبقوا عارفين، يعني الاثنين لسه ما جددوش، والاثنين عقدهم يخلص مع بعض، والاثنين اصلا جايين مع بعض. فالطبيعي ان الاثنين يبدلوا لحد ما انت تستقر مين اللي هيقعد معاك، مين اللي هيكمل. ما انت ممكن محمد صبحي ده يجي اخر السنه يقول لك انا مش همضي، مش هجدد. ساعتها انت هتعمل ايه؟ وانت خسرت عواد، لان انت عواد بعدته جدا. ثلاثي الخط الظهر مصطفى الزناري حاسه خايف، بيلعب خوف. محمد عبد الغني برضو في بعض الهفوات كده، يعني مش عارف برضو، هو برضو في ثقه، قله ثقه منه في نفسه. دونجا مستواه احسن، فتوح احسن، ولاني الومه على الكره اللي طلعها بره، اللعيب كان اصلا بره الملعب، فليه تطلع الكره اوت اصلا، والكره كانت هجمه مرتده لينا. في حين هما لما الواحد محمود حماده ضرب زيزو ما جرحش حتى، قال له انت كويس ولا فيك ايه. مصطفى شلبي حاسه متاثر بالضغوط اللي معموله، ان بن شرقي راجع، بن شرقي راجع، بن شرقي راجع. حتى لو تلاحظوا اللعيبه كتير من نادي الزمالك راحت له، ليه؟ لان هو حاسين ان هو مضغوط. في بدايه الشوط الاول انا كنت حاسه خايف، مش مركز، الضغوطات عليه. ابراهيم رضاي بصراحه مستواه بعيد جدا عن نادي الزمالك يا جماعه، وبعيد جدا ان هو يلعب مش اساسي ولا احتياطي، ولا ان هو يلعب في الزمالك. انا شايف ان هو خروجه هيبقى انسب حل لنادي الزمالك. وسيف الجزيري محتاج ان هو يركز شويه. ناصر منسي محتاج يلعب يا جماعه، ناصر منسي لعيب هداف. لا، ناصر منسي لعيب هداف، من اللعيبه اللي هو هيجيله الكوره هيخلص. سيف الجزيري ميزته ان هو بيقدر يخلق فرص، يعني يقدر يخش بين اللعيبه، يحجز، يلتحم، بيقدر يخلق فرص لنفسه، عكس ناصر بتاع صندوق، اديله الكوره هو يجيب جول هيخلص. ان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه التطور هيبقى اكتر باذن الله في اللعيبه، ده اتمنى منه ان هو عشان ينفذوا خطه الراجل، لان انا صعبان عليا المدرب ده بصراحه، حاسه مدرب كبير جدا، وحاسس ان هو عنده افكار وحاجات لو قدرت تتنفذ ممكن كواليتي اللعيبه مش مساعده فيها، ممكن نشوف منه اداء وحاجه تانية مختلفه. اتمنى توفيق نادي الزمالك، وان شاء الله نتقابل في مباراه جايه، مباراه الزمالك كده صعد وهيقابل المقاولين في الدور الثمانيه، وطبعا لسه في ماتشات في الدوري، فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك والمستوى يتطور ويبقى في احسن حال واحسن مستوى دايما.